أهلا بيكم. عمرك سألت نفسك ليه سورة ياسين بالذات هي اللي بنجري عليها في وقت الشدة؟ ليه هي اللي بنقراها على المرضى وفي اللحظات الصعبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين. يا ترى إيه السر العظيم اللي بتخبيه الآيات دي؟ تعالوا النهاردة نغوص في قلب السورة. السورة دي نزلت في مكة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواجه فيه أصعب أنواع الأذى. الكفار اتهموه بالكذب وقالوا عليه ساحر وشاعر، فكانت السورة دي هي الطبطبة الربانية اللي نزلت عشان تبرد نار قلبه وتقول له: إنك لمن المرسلين، يعني ما تزعلش يا محمد، أنت على الطريق الصح مهما شككوا فيك. وبعدين الصورة بتنقلنا لمشهد عجيب بتوصف حالة الكفار اللي قفلوا قلوبهم واستكبروا. ربنا بيصورهم كأن على رقابهم أغلال حديد منعاهم يبصوا للنور، وعلى عينيهم غشاوة. مهما كانت الحقيقة واضحة هم خلاص اختاروا الضلمة. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. في نص الصورة القرآن بياخدنا القصة مؤثرة جدا. أصحاب القرية ربنا بعت لهم رسولين عشان يهدوهم، لكن أهل القرية كدبوهم بعناد. ربنا عززهم برسول ثالث عشان يثبتوا الحجة، لكن الرد كان قاسي جدا. اتهموهم إنهم نحس وهددوهم بالرجم والعذاب. وفي اللحظة دي بيظهر بطل حقيقي، راجل مؤمن وصادق جه بيجري من أقصى المدينة، يعني مشوار طويل بس عشان ينصح قومه. ما كانش بيدور على أجر ولا مصلحة، كان خايف عليهم وبس. والنتيجة قومه ما سمعوش كلامه وقتلوه. لكن بمجرد ما روحه طلعت كانت المفاجأة: قيل ادخلي الجنة، تكريم فوري من ربنا. شوفوا بقى قمة الرحمة وسلامة الصدر. البطل ده وهو في الجنة وبيشوف النعيم ما تمناش الانتقام من اللي قتلوه، بالعكس ده تمنى انهم يشوفوا اللي هو فيه عشان يؤمنوا. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بعد القصة السورة بتاخدنا في رحلة جوه الكون. بص للأرض الميتة الجافة، إزاي ربنا بيبعث فيها الروح وتطلع زرع وخيرات. وبص للسماء، لتعاقب الليل والنهار، للشمس اللي بتجري في مدارها والقمر اللي بيلف بدقة. النظام ده مش صدى، ده دليل على وجود إله عظيم مدبر لكل شيء. ورغم كل المعجزات دي بيجي الإنسان اللي اتخلق من نطفة ضعيفة ويكبر ويقف يتحدى ربنا وينكر البعث. بيسأل بسخرية: من يحيي العظام وهي رميم؟ والرد بيجي قاطع وبسيط: اللي خلقها أول مرة من العدم قادر يرجعها تاني. ليه العلماء سموها قلب القرآن؟ لأنها جمعت أصول العقيدة كلها في صورة واحدة: توحيد الله، صدق الرسالة، والبعث والحساب. كل ده في سياق معجز بينتهي بالحقيقة المطلقة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سورة ياسين مش مجرد آيات، دي رسالة حياة. لو الدنيا ضاقت بيك اقراها، لو خفت اقراها. بتلين القلوب وبتزرع جواك يقين ملوش مثيل. بنتعلم منها الثبات، الشجاعة، إننا نكون إيجابيين زي بطل القصة، وإننا نطهر قلوبنا ونتمنى الخير للكل. في النهاية خلوا سورة ياسين رفيقة أيامكم وقروها بقلب حاضر، وما تنسوش الصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن. ولو عايزين تشوفوا قصص وتأملات تانية بعيون المستقبل تابعوا صفحة نور ساينس AI. نتقابل في حلقة تانية، وسلام عليكم.